الو، السلام عليكم. شرشوب همام معاك يا ريس. ازاي حالك ابو دمان؟ الله يخليك يا باشا. الف مبروك، الف 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 مبروك للبراءة يا ريس. والله العظيم انا اكتر واحد فرحت لك بالبراءة دي. لا سيبك من الشعب ده، شعب ابن وسخه، انت عارف وحدي كمان، انت طول عمرك واخد بالك خير 30 سنه وانت تخدم فيهم وما تقولش فيهم حاجه. لا والله يا ريس، ده الحمد لله واخد البال سعادتك. هم اللي شافوه الايام دي عرفوا بقيمتك. وكد ايه يعني انت اللي عملتهم لعيالك؟ يعني ال 300 مليار يورو دول يعني عملوا ايه يعني؟ ولا حاجه. الله يستر عليك يا ريس، والله العظيم ثلاثة الشعب المصري كله ده وسخ وما يكمل في حاجة. ايوه والله عارف يا ريس. المدام عامله ايه؟ ماما سوزان الحمد لله فتحت محل دبان في المعاد. ايوه اللهم صل على النبي. لا هي طول عمرها شقيانه وكفاءة. والله الجد ماله علاء يجيبوا عيش ولد عشيه، انا سالتهم عليك برضه، كانوا واقفين هنا عند الفرن هيجيبوا عيش وروح برضه، لقيت الدنيا زحمه رحت جبت لهم انا. ولا يهمك يا ريس، والله العظيم ثلاثه كتر خيرك. ايوه انت في شرم الشيخ دلوقتي ولا فين؟ وعلاء ودمال ما دمعت لهمش مشروع، فتحوا محل كاوتش. والله كتر خيرك يا ريس، وانت ما فيش مشروع قدامك ولا حاجه؟ ف... والله الف الف مبروك للمشروع برضه يا ريس. الله يستر عليك. فتحت قهوه في المعاية، والله عارف انك انت بتحب العمل. صح، في واحد اسالك عليه عيل ابن شرموطه واطي ومبطل السرقه وشتومه في الناس النهار كله. الواد اللي اسمه مقتدى منصور ده، لا ده عيل هلس، وطبعا ده شغل اونطه ده مش بتاع كوره. ماله مال السياسه هو. ومصطفى بكري ده عيل برضه ابن وسخه. لا وفي اتنين برضه واد اعلامي اسمه عمرو اديب، هو هيقول قال اللي معترض على حكم السيسي يمشي. لا يا ريس، والله العظيم يا ابو علاء ماما سوزان كانت متبهيه لرعايه الطفل، واخد بال سعادتك. انا عارف والله اللي عملته في شارع الهرم انت ما حد عمله. يكفيك انك انت واخد بالك شغلت الناس، واخد بالك السكسيات نزلت البلد والصور القذاره والافلام الوسخه وكل حاجه كانت موجوده على عهدك، امال انت عارف ايه؟ لا القرآن الناس هتعمل بإيه؟ كفاية اديك في الدركن تركن واحا الشبشب ضاع. في حد غنى احا برضه يا ريس؟ هو كانش على عهدك الحاجات دي. لا انا الواد اللي اسمه مقتدى منصور دي كانوا عاكرين ورا الزراعه، واخد بالك لابس بوكسر بني وبرضه كلام وسخ. عيال كزره بتسوي صوره مصر قدام الشعوب العربيه. ورئيس السودان واخد بالك النهارده راح يبيضوه ما نفعش، الورنيش بتاعه صبغ اسود تاني برضه. ولا يهمك يا ريس، ربنا يكفيك شر الوسع وبعد عنك الستر، وروح لفلوس اللي سرقتها من مصر كلها ان شاء الله تضيعها في القصر ان شاء الله. ايوه بالنسبه لعبد الفتاح السيسي يا راجل قول له هد شويه، مش كلام ده. لا ده اسلوب وسخ بتاعه ده، واخد بالك. انا برضه اتصلت بيها ولد عشيه وقلت له عبد الفتاح عيب اللي هتعمله ده، واخد بالك. راح مستورد لنا فول من السعوديه، واخد بالك اسمه فول الامريكاني وفول السعودي، واحنا لاقيين فول يعني فول خف في مصر، ما رايحين يدوا لنا فول سعودي وفول امريكاني. ولا يهمك، عارف انه شقيان كتر خيره برضه. ان شاء الله ربنا يرزقكم الفلوس اللي سرقتوها كلها تضيعوها في طرق. ولا يهمك يا ريس، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ينتقم منكم ربنا، انت وسوزان وعلاء ودمال وحسني وعبد الفتاح السيسي ومقتدى منصور
والزندي والقضاة دول برضه نشالين وحرامية ولاد كلب. برضه في قاضي يدي حسني مبارك براءة، يدي حسني مبارك براءة، ويدي اللي ضرب مركز الساحل إعدام. ليه يا عمي؟ ولا يهمك، روح يا شيخ يفضحكم زي فضيحة اللحمة. ربنا يكرمكم إن شاء الله، وما تشوفوا العيش غير في التلفزيون يكتب لك عليه الدكتور على السوائل، تشرب سوائل لحد ما تموت أنت وعبد الفتاح السيسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معكم شرشوب همام من التلفزيون المصري قناة البلغة، ونلتقي إن شاء الله في الشهر القادم من شارع التأمينات. الكلب عدى وفات، وحسني مبارك إن شاء الله مات، والسيسي بيتكتب في صفحة الوفيات ينعل أبو الزندي وأبو مقتضى منصور بتاع الزمالك ابن اللبو. شكرا لك. كلمة طولت يا حبيبي الرصيد كله. خليها صورة حزينة.